السلام عليكم، معكم شهوات كلثوم المغربيه. اليوم غنقدموا لكم واحد الطبق بالبرانيه، لحمه البقري. نتمنى يعجبكم، واي لحمه ان شاء الله غادي تقدموه بها، لحمه البقري ولا لحمه الغلمي راه كيجي زوين ويكون اللحم مهبر. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم وتوجدوها. وندوزو معكم دابا لطريقه التقديم. ندوزو للمقادير. عندنا اليوم في هذا الطبق ديال البرانيه عندنا كيلو ديال اللحم من النوع ديال الملوجه، كيجي زوين ويكون من اللحم اللي تكون رطبه ولا الضلوعه. اللي ما بغاش الملوجه يدير الضلعه. غنحتاجو معاه كيلو ديال الدنجان، نختارو يكون زوين وكبير باش ما يجيش مار ويكون جديد، باش يجينا هذا الطبق زوين. وهذا الطبق راه قديم ديال البرانيه، المراكشيين بارك الله راه كيصرعوه. ودوزو معايا باش تشوفوا التوابل اللي كيكونوا في هذا الطبق وطريقه التحضير. هنا درنا 3 المعالق ديال الزيت البلديه، ودرت معلقه ديال الزيت الروميه ونص معلقه ديال الزبده. هذا الطبق تيبغي شويه ديال الليدام. هنا درنا الزيت ودرنا الزبده. غنديرو اللحم وغنخليوها تحمر مزيان. نخليوها تقلى مزيان حتى تشد فيها الحموريه. ملي كتشد فيها الحموريه عاد كنقلبوها. من بعد ما تقلات لنا اللحم نخليوها حتى تقلى مزيان حتى شويه ديال الحموريه، كنقلبوها نخليوها ثاني حتى تتحمر من الجهه الاخرى. هنا غنزيدو معلقه صغيره ديال الثومه مفكوكه. وهذا الطبق راه كيبغي الثومه مزيان والكمون، نخليوه يشد التحميره مزيان من الاول يتحمر. درتو معاه الثومه باش تدخلو ديك السمه ديال الثومه. وهنا غنزيد الملحه من بعد ما تقلى شويه تحمر. درت الثومه وغندير الملحه، باقي غنديرو المصير ما تكثروش الملحه، وغنخليه يتحمر مزيان يدخل فيه الملحه والثومه. عاد نرجعو نديرو التوابل. من بعد ما قلنا لينا اللحم مزيان غنزيدو عليه البصله نحطوها مزيان باش ما تبانش، وغنزيدو عليه التوابل. غندير راس معلقه ديال الابزار صغيره، وهنا عندنا معلقه صغيره ديال القزبور. هاد الطبق تيبغي القزبور، ومعلقه صغيره ديال الكمون، كمون البلدي. راس معلقه ديال التحميره ما نكثروهاش، ومعلقه صغيره ديال المصير يتغسل مزيان ويتقرب. صافي كنخليوه يتشحر مزيان مع هاد البصيله. ما نديروش الماء، البصله غادي تفيق الماء ديالها. وهنا غنحركو مزيان اللحم باش تدخل التوابل اللي درنا مزيان، نمتزج مزيان التوابل مع اللحم. وغندير شويه واحد الرشه ديال القزبور ومعدنوس خضر. منين كتشحر لينا اللحم مزيان زدنا لها القزبور ومعدنوس. وغندوزو باش نقادو البرانيه اللي بغينا نرافقو بها هاد اللحم منين طيب، وغنزيدو عليها هاد البصيله الصغيره نعسلوها ونزيدوها عليها. هنا كنزيد 2 كيسان كبار ديال الماء. درت الكاس الاول، ها الكاس الثاني حتى تتغطى اللحم. هانتوما كتشوفوا راه مغطيه اللحم. ولا شفتوا اللحم مازال ما طابت زيدوا، غتزيدوا الماء حتى تطيب مزيان اللحم. صافي كنغطيو عليها ونخليوها طيب. والماء طيب، راه زدت الماء طيب ماشي الماء بارد. من بعد ما ردينا اللحم طابت لينا وغادي ندوزو دروك باش نقادو البرانيه. قلينا الدنجان وغنديرو دروك معلقه ديال زيت العود او زيت البلديه وراس الثومه محكوك، وغنزيدو عليه شويه ديال الحامض مصير. حامض مصير، هاد الوصفه كتبغي الحامض مصير.
وغنحركو يتحمر شويه. ودرنا فيه راس الزبده، راس معلقه ديال الزبده. اللي ما باغاش يدير الزبده كيكتفي غير بزيت البلديه. هنا غنزيد الدنجان اللي هو برانيه. درنا كيلو الدنجان وقليناه، وهذا الدنجان راه درتو في الماء مده نص ساعه ولا ساعه حتى تحيد منه مع الملحه مع شويه ديال الخل حتى تحيدات منه المروريه. عاد قليتو وقرطو بالهاشوار ماشي طحنتو، واللي بغا يطحنو بديك الماكينه ديال المطيشه راه كيطحنو. انا درت ليه هكا باش يجي شويه حرش، ما بغيتوش يجيو ملس. والبرانيه الاصيليه راه هكا كيديروا ليها هكا باش كتوجد. نتمنى تطبقوا هذا الطبق راه كيجي لذيذ. ونديروا العافيه مجهده باش يعاود يدخل ليه هاد التوابل اللي درنا. اللي بغى يزيد فيه مطيشه شويه ديال المطيشه ديال الحك يزيدها، اللي بغى يزيد مطيشه محكو كيزيدها. انا غنزيد غير شويه ديال المطيشه عسلتها. هنايا عندي معلقه صغيره ديال المطيشه، اللي بغى يديرها كيديرها، اللي ما بغاش كيكتفي غير بداك الحامض. غير هاد المطيشه كتعطي واحد التعليكه زوينه باش يتعلك لينا هذا الدجاج. وغنردوه بودات نكوروه شويه باش يتجمع مزيان. وغنزيدو عليه واحد شويه د الرشه ديال الكركاع. اللي ما بغاش يدير الكركاع ما يديروش، هو باش تكملوا الطبق ديالكم الاصلي كيدار فيه الكركاع. نتمنى تطبقوا هذه الوصفه، راه زوينه وكتجي لذيذه وغادي تعجبكم ان شاء الله. تبعوا المراحل، تبعوا المراحل حتى الاخر. هنا غنزيدوا شويه ديال الزعفران، الماء غير الماء ما تكثروش وشويه. وغنزيدوا الكمون البلدي، كتشريو الكمون البلدي وكطحنوه باش تجي هاد الوصفه كامله. خصنا الكمون البلدي معلقه صغيره صافي. وكنحرك. اللي بغا يدير قزبور ومعدنوس كيزيدو، اللي ما بغاش كيكتفي غير بهاد التوابل راه تيجيو زوينين. اللي بغا يدير القزبور اليابس يديرو. انا اليوم غندير فيه واحد شويه باش تبان شويه ديال الخضوريه فيه. حنا درك حمرناه مزيان، نديروا ليه واحد الرشه ديال القزبور ومعدنوس وغنطفي. وغنزيدوا شويه الكركاع. الطبق كيجي بالكركاع زوين، غير رشه صغيره ماشي ما تكونش كثير صافي. وكنحرك واحد شويه. انتما راه كتشوفوا تحمرات مزيان. هذيك الدنجان تحمر مزيان اللي هو البرانيه. دابا غنطفي عليه وندوزو باش نشوفوا اللحم واش طاب ولا مازال. من بعد ما طابت لينا اللحم غنزيدها شويه ديال الزعفران، غير شويه ما نكثروش. وغنرش عليها واحد الرشه ديال القزبور ومعدنوس باش كلشي يتنسم صافي. وغنطفي عليه نخليه واحد شويه. طابت اللحم مزيان، خليوها اللحم حتى طيب مزيان ديال هاد الطبق. خصو يكون اللحم طايب مزيان. بعد ما زدنا القزبور والزعفران للحم نخليوها تعسل مزيان وتشرب هاد الماء اللي فيها. ونتلاقاو ان شاء الله في طاوله التقديم. من بعد ما طاب لينا الطبق ديالنا اللي هو اللحم بالبرانيه، هنا غنحطوه كل واحد كيحط بالحطه اللي بغا ويزوق بداكشي اللي بغا. غنديروا ليه شويه ديال الكركاع من الفوق. منين نحطوه نديروا ليه شويه الكركاع من الفوق. نحطوا اللحمات كاملين. وهذا هو الطبق اللي وجدنا معكم، نتمنى يعجبكم.
وجدناه بشويه ديال لحمه البقري والبصله معسله. والتزيين راه كيبقى على حسب كل واحد باش بيزين. حنا زيناه بشويه البصله معسله ودرنا عليه شويه الكركاع. نتمنى هذا الطبق يعجبكم، وجدوه لوليداتكم وحبابكم، ولا ان شاء الله وصفات جديده مع شهوة كلثوم المغربيه.